والله يا ابن خالتي انا بقول لانتونيلا تعمل لي شوربه بنظر كل يوم، وعلى غدا باكل باميه. مستر ميسي، ممكن تكلمنا على أيامك الأولى، أيام الصبا في الأرجنتين؟ بص يا باسا، انا لما كنت صغير كنت قلبها فوق دماغي، كنت بثبت قرطاسين في اليوم، وكان طولي نص متر، وايام المدرسه كانوا بينقوا عليا، كنت اقصر واحد في زملائي، لدرجه ان مره دخلت علينا الابله في ثالثه اعدادي قالت لي انت بتعمل ايه هنا يا ولا؟ روح فصلك تالتة ابتدائي. عامل فصل كله فضل يضحك. انت فاكر ان انا سكت لها؟ لا، قلت لها كاميرا واو يا ابله، قامت ادتني استدعاء ولي امر. ابويا كان سكير وحساس وقتها، كنت بكدب عليهم بقول لهم ابويا مسافر. كنا نروحوا من المدرسه نلعبوا سدني ونسد معاك، وكانت انتونيلا بتلعب معانا قبل ما اكبد عليها، كانت اطول مني ب3 سنتي، وكنت دايما بسدها عشان تسد معايا، كانت تجري زي الرتاله. بعد ما كبرت شويه جات لي دعوه من برشلونه، ومن هنالك تغيرت حياتي يا باسا. ممكن تشرح للناس الروتين بتاع ميسي؟ بص يا معلم، انا رجل نشيط، انا بصحى 8 الصبح بتصحيني انتونيلا عشان اجيب خبزه للعيال، وانا رايح بخطم على الجزار وباخد منه شويه لحمه على شويه كبده، بعدين بروح بجيب خضره وبجيب بقوليات بزر مخلط على طماطم على عدس على سبت، وبعدين برجع على البيت بلعب مع ولادي بلاي ستيشن، بنختار برشلونه، اما ابني نور الدين الجمله ده ابن الباهيه بيختار النصر عشان كريستيانو. ناس كتير بتسأل هو إزاي ميسي بيحافظ على هذا المستوى العالي من الأداء طول الوقت؟ ولا يا ابن خالتي انا بقول لانتونيلا تعمل لي شوربه بنظر كل يوم، وعلى غدا باكل باميه، وبسم الله ما شاء الله مجرد ما اكلهم ابقى زي الحصان. مجرد ما اعطيت الوصفه دي لسواريز يلعب معانا في انتر ميامي جاري. من أعظم لاعب في العالم، إيه هي النصيحة اللي تحب تديها للاعب الصغير؟ عاوز اقول لهم نيفر جيف اب يا وحسن انت وهو، ودونت لسن تو فسلا، وكلام الناس حطوا عتبه قدام بيتك، امسح رجليك وانت طالع وانت جاي، واحسن الظن بالله انت وهو، واسعى واجتهد، وعليك بالبنظر والباميه. واخيرا كما قالت فيفي عبده، 5 هوانيو واسكوزمي بقى. بما انكم كملتوا الفيديو، شو رايكم نستغفروا في ال10 ثواني اللي فضلوا؟ والسلام عليكم.